اهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. اشرف حلمي يفقد الامل بعودة الطفل شنودة لوالديه بالتبني عقب الحكم النهائي ببراءة المتهمين بتعرية سيدة القرن. في بيان شديد اللهجة له صباح اليوم، فقد الكاتب الصحفي أشرف حلمي الأمل بعودة الطفل شنودة المسيحي إلى والديه بالتبني في أعقاب الحكم النهائي الصادر بتبرئة المتهمين بتعرية سيدة الكرم سعاد ثابت المسيحية، بعد أن رفضت المحكمة الطعن على حكم براءة المتهمين. اعتبر حلم الحكم جاء عكس ما طالب به السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قدم فخامته اعتذاره للسيدة سعاد ثابت كشهادة لواقعة التعري التي هزت الرأي العام المحلي والعالمي في مناسبة افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في مشروع الأسمرات في مايو 2016، حيث قال بالنص: لم أقل سيدة كذا مصرية، لأننا كلنا واحد ولنا حقوق وواجبات متساوية. كل سيدات مصر لهن كل التقدير والاحترام والمحبة، وأن أي حد هيغلط أي من كان هيتحاسب. بعد أن قال فخامته للسيدة سعاد: ألا تأخذ على خاطرها مهما حدث، وعلى شعب مصر أن يكون متأكدا بأننا نكن كل الاحترام للمصريين، وأن لا يكتشف سترنا لأي سبب وبأي شكل من الأشكال، ولا أحد يفرق بين المصريين وبعضهم. وأشار حلمي أن فقدان الأمل بعودة الطفل شنودة لوالديه بالتبني جاء بعد تأييد محكمة النقد المصرية ببراءة المتهمين في قضية تعرية السيدة سعاد، وضد رغبة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة المتهمين، وأن المحكمة التي ستنظر إلى قضية الطفل شنودة لن تصغي لمطالب العديد من الكتاب والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بعودة الطفل لوالديه، على خطى ما قامت به محكمة النقد تجاه قضية سيدة القرن، وضربت بمطالب السيد الرئيس السيسي بمحاسبة المتهمين بعرض الحائط. وأكد حلمي أن سيدة القرن خسرت القضية التي عرت مصر أمام العالم ظلما، ولكنها ربحت إكليل الاعتراف في السماء، كونها مسيحية عذبت جسديا ونفسيا على الأرض أمام العالم أجمع على مدار أكثر من 6 سنوات، لما حدث لها من تعريتها أمام أهل قريتها وحرق منزلها وتهجيرها من قريتها على يد مجموعة من الغوغاء الإسلاميين، ومشاركة مسؤولين حكوميين معتنق الفكر الإرهابي والوهابي والعاملين بأجهزة الدولة الذين قاموا بالتواطؤ مع المتهمين بتزوير محضر الاعتداء، إضافة إلى ظلم الشهود الذين قاموا بتغيير شهادتهم أمام القضاء لتبرئة المتهمين وسجن أحد أبنائها. وستظل سيرة السيدة سعاد ثابت العطرة في أذهان جميع المصريين، موثقة بالفيديوهات والصور على العديد من المواقع الإلكترونية ومحرك البحث العالمي جوجل، بعد أن رفعت قضيتها إلى السماء منتظرة العدالة الإلهية. واختتم حلمي بيانه: لقد انتصرت الغوغائية الوهابية على الإنسانية المدنية في بلد فقدت فيها حقوق المواطنة وغياب ضمائر بعض مؤسسات الدولة ذو الهوى السلفي لأبسط مبادئ ودساتير الأمم المتحدة تجاه حقوق الإنسان. وسوف تظل واقعة التعري كابوسا كبيرا عالقا في ذاكرة السيدة سعاد كل يوم وكل لحظة، ونقطة سوداء على جبين جميع مؤسسات الدولة التي وقفت
مكتوفة الأيدي لحصول السيدة سعاد على حقها القانوني دون أن تتحرك أي منها لحصول الدولة نفسها على حقها بعد أن تم تعريتها بواسطة المتهمين الذين قاموا بتعرية السيدة سعاد. وبدموع استقبلت السيدة سعاد ثابت 75 سنة خبر رفض محكمة النقض لطعن النائب العام ببراءة المتهمين بتعريتها، وهي تقول خلاص مش عايزة حقي تاني، ربنا موجود، حقي عنده، هو شايف ظلمي وبهدلتي وهو اللي هيرد حقي. كل الناس اللي في القرية شافوا بهدلتي وجارتي شهدت بكده، وهم عروني وحرقوا بيتي، و6 سنين يضغطوا عليا علشان اتصالح وانا برفض، وفي الاخر ياخدوا براءة. ده انا بعت بيتي في القرية ومشيت علشان مش قادر اقعد، وعيالي سافروا ومشيوا بعد اللي حصل لهم، وكل ده وفي الاخر ياخدوا براءة. انا مش عايزة حاجة تاني. وكان المتهمين قبل حكم النقض رفعوا قضية تعويض ضد سيدة الكرم بعد الحكم الصادر ضدهم بالبراءة في ديسمبر 2020، وتم التصدي لها لأن الحكم أمام محكمة النقض. وقال محامي السيدة أن المتهمين لا يمكنهم طلب تعويض من السيدة لأن هناك اتهامات وقضية كانت ضدهم، وأن النقد جاء برفض طعن النائب العام نظرا لأن نيابة النقد قدمت مذكرة بالرفض على طعن النائب العام، ولذا ولوجود خطأ في الإجراءات تم رفض الطعن المقدم من النائب العام الخاص بالشق الجنائي. ويأتي قرار اليوم لتأييد الحكم الصادر في 17 ديسمبر 2020 من محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثابت عبد الله والمعروفة إعلاميا بسيدة الكرم قد أصبح نهائيا. جاء الحكم في جلسة 9 يناير الجاري بعد ما يقرب من عامين على تقديم النيابة العامة الطعن بالنقد رقم 3070 لسنة 91 جنايات في 10 يناير 2021. وتعود أحداث قرية الكرم بمركز أبو قرقاز جنوب محافظة المنيا إلى الجمعة 20 مايو 2016، حيث وقعت اعتداءات طائفية على عدد من سكان القرية المسيحيين على خلفية شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، حيث قام العشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين وإصابة 3 أشخاص. كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم وتجريدها من ملابسها وسحلها أمام منزلها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية تخللها ترديد هتافات عدائية تجاه المواطنين المسيحيين بالمجمل. وفي النهاية رفض النقد لطعن سيدة الكرم لا ينفي وقوع الحادثة، ولكن خطأ الإجراءات والتعامل غير الجاد من الأجهزة الأمنية على حكم محكمة النقض برفض طعن النائب العام على براءة المتهمين بتعرية سيدة الكرم، بأن محكمة النقض رفضت الطعن على حكم التبرئة بتعرية سيدة الكرم، وأن الحكم لا ينفي وقوع الحادثة لكنه يشير إلى التواطؤ من أجهزة الدولة منذ بداية الأحداث في 2016 والتعامل غير الجاد مع جميع الدلائل والقرائن. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.